وانت احسن مني، عديلي يا سيدي وتغافل، وده دليل على انك انسان كريم. الامام الحسن البصري بيقول: ما زال التغافل من فعل الكرام. احكي لك موقف بحبه. الشيخ علي الطنطاوي الله يرحمه كانوا طلبوا منه ان هو يروح بعثة العراق علشان يدرس الادب، والشيخ علي كان معروف عنه انه علم من اعلام الادب. ففي اليوم اللي رايح فيه المدرسة ملاش أي مواصلة توديه، فاضطر إنه يمشي كتير جدا، وطبعا هدومه اتدهولت واتبهدلت وكان نحيف، فأي حد يشوفه كان يفتكر إنه طالب مش مدرس. واللي زاد وغطى إنه لبسه المتبهدل من المشوار الطويل ما بينش خالص إن هو العالم الجليل علي الطنطاوي. فأول لما الشيخ الطنطاوي وصل المدرسة ودخل للفصل اللي المفروض يدرس له، لقى مدير المدرسة واقف في الفصل، وطبعا مدير المدرسة ما كانش يعرف شكل الشيخ علي الطنطاوي، ومن هيئته كده افتكروا طالب من ضمن الطلبة، فقال له: لماذا تأخرت يا زامل؟ وزامل في العراق يعني يا حمار. فطبعا الشيخ علي الطنطاوي لا رد ولا اتكلم ولا قال له انت بتكلم مين ولا غضب عليه، وقال له انا اسف. وبدأ المدير يكمل كلامه مع الطلبة ويقول لهم: عايزكم تشرفوني قدام الشيخ علي الطنطاوي، محدش يزعجه ولا يضايقه، فاهمين؟ وبدأ المدير يسأل الطلبة أسئلة علشان يختبر ذكائهم، وكل ما يسأل سؤال الشيخ علي الطنطاوي يرفع ايده ويجاوب عليه، كل ما يسأل سؤال محدش يجاوب غير الشيخ علي الطنطاوي. فالمدير اعجب بيه جدا وقال له: واضح ان انت طالب ذكي ومجتهد واشطر واحد في الفصل، هو انت اسمك ايه؟ رد عليه وقال له: اسمي علي الطنطاوي. طبعا المدير برق ورجع خطوتين لورا وكان هيغمى عليه من الخجل والكسوف. الامام جعفر الصادق بيقول: احب العباد الى الله واقربهم اليه يوم القيامه هم من يتغافلون عن اخطاء الناس في حقهم. طيب تعرف العالم الجليل حاتم الأصم؟ الأصم يعني اللي سمعه تقيل أو اللي ما بيسمعش أصلا. اتسمى الأصم ليه؟ كان في يوم واحدة ست رايحة تسأله عن مسألة من مسائل الدين، فوهي قاعدة معاه والكلام واخدها، وغصب عنها أخرجت ريح بصوت من جسمها، فطبعا اتكسفت واتحرجت جدا. فالإمام حاتم الأصم قال لها: ارفعي صوتك، علي صوتك، وبين لها ان سمعه تقيل بس علشان ما يحرجهاش، وهي طبعا فرحت جدا، ومن هنا سموه حاتم الأصم. الإمام أحمد بن حنبل بيقول: إن حسن الخلق كله في التغافل. تعرف إن أشهر شركات العالم زي شركات التليفونات وغيرها عندهم قاعدة في منافذ البيع بتقول إن أي عميل ينطق أي اسم لأي منتج غلط ممنوع على الموظف إن هو يعدلها ويقول له الصح بتاعها بس علشان ما يحرجوش. ومش بعيد الموظف ينطق اسم المنتج غلط زي ما العميل نطقه بالظبط، وده لأن ساعات كتير التغافل والصوت المقصود بيكون هو عين النجاح والتميز. عايز أقول لك إن معظم اللي لجأوا لحد تاني ما كانش الحد الأولاني مديهم مساحة من الحرية في الكلام والدردشة، وإنت بقى وبعدين معاك هتفضل لحد إمتى تنفخ عروق رقبتك وبين حواجبك لو أخوك اتصرف أي تصرف أو أمك قالت لك أي كلمة في لحظة سهو؟ قاعد على السقطة واللقطة، ينفع كده؟ اعمل نفسك من بنها يا أخي. المسامح كريم، ما بقولكش تبقى سلبي وضعيف، بس بقولك ما تكرهش حد فيه، تفضل تدقق وتتلكك على الكبيرة والصغيرة لمراتك وعيالك لحد لما تزهقهم منك، ولحد لما مراتك تقول جنازة بطار ولا قعدة الراجل في الدار، ولا خليك يقف جوزك وخطيبك على الواحدة لحد لما تبعديه بالبطيء. كبر دماغك شوية، ما بقولكش تبقى غبي، ولكن استغبى يا سيدي. التلاكيك الفاضية على الحاجات اللي تعدي هتتعب قلبك على الفاضي، وهتخلي اللي قدامك يبعد عنك ويتجنب قعدتك. سيدنا أنس بن مالك بيحكي إنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 16 سنة، عمره ما عمل حاجة النبي قال له عملتها ليه، وعمره ما عملش حاجة والنبي قال له ما عملتهاش ليه. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. فمش كل ما تشوف ابنك تقول له ما ذاكرتش ليه، هيذاكر يا سيدي بس بالهداوة، ما تخنقوش. سمعت موقف من ابنك ولا مراتك ولا أي حد، ما تقولش بايخ ولا قديم، مش هتاخد جايزة يعني لما تكسر بخاطره. مراتك قالت كلمة وبينت إنها ندمانة عليها، خلاص مش لازم قعدة وحوارات، انت أكبر من كده بكتير، ما توقفش المراكب السايرة. وده والله العظيم مش عشان إن غيرك بس ما يتعبش، ولكن انت كمان علشان ما تتعبش من الفكر والقعدة لوحدك ودماغك تودي وتجيب، وده حصل ليه وده ما حصلش ليه، وهتتعب وتعاني على الفاضي. شكسبير بيقول: التدقيق في أتفه التصرفات قد يهوى بك إلى الجنون، لذا تغافل مرة وتغاب مرتان. خلي اللي قدامك يتكلم براحته ويحكي زي ما هو عايز، ما يخافش من الكلام معاك ويقول اسكتوا اسكتوا أصله جه، هيزعل من أي كلمة. رحم الله قلبا تغافل من أجل بقاء الود. السلام عليكم.